فكرنا ازاي شركات المقاولات الكبيرة دي بتعرف تطلع كسبانة من مشاريع ضخمة بتكلف ملايين؟ السر كله الحقيقة في كلمة واحدة: الموازنة. الموازنة الدقيقة للمشروع. تخيلوا كده معانا، اتحط في ايديكم مشروع انشاءات والعقد بتاعه قيمته 18 مليون جنيه. رقم كبير مش كده؟ طيب، ازاي ممكن نضمن اننا نكسب من مشروع بالحجم ده؟ الموضوع مش بس في الخرسانة والحديد، لا، الموضوع كله في الخريطة المالية اللي بنمشي عليها. الخريطة دي هي اللي بتحدد يا ننجح يا نفشل، وهي دي اللي بنسميها موازنة المشروع. النهاردة هناخد رحلة كاملة مع مشروع الزايد مول عشان نفهم الموضوع عملي. هنشوف الأول إيه هي تحديات محاسبة المقاولات، وبعدين إزاي بنبني الأساس المالي، وإزاي الخطة بتتحول لموازنة فعلية، وبعدها هنتكلم عن أهمية التتبع والمراقبة، وفي الآخر هنشوف الصورة المالية الكاملة للمشروع. طيب خلينا نبدأ بالقسم الأول، تحديات محاسبة المقاولات. مهم قوي نفهم الأول ليه المجال ده بالذات مختلف وليه قواعده الخاصة. بصوا، الموضوع مختلف تماما عن اي بيزنس تاني. يعني مثلا محل ملابس بيبيع نفس التيشيرت الاف المرات، لكن في المقاولات كل مشروع هو كيان لوحده، قصة لوحدها. يعني عمارة بتتبني مرة واحدة، مول بيتعمل مرة واحدة. كل مشروع ليه تكاليفه وايراداته الخاصة، وممكن يقعد شهور او حتى سنين. ده غير اننا بنتعامل مع عملاء وموردين ومقاولين من الباطن وبنوك، كل دول في مشروع واحد. فالموضوع معقد جدا. تمام. بما ان الموضوع معقد كده، يبقى لازم الاساس يكون قوي. وهنا ندخل على القسم الثاني، الاساس المالي، او اللي بنسميه شجرة الحسابات. شجرة الحسابات دي نقدر نعتبرها الدي ان ايه المالي للشركة. يعني هي الهيكل العظمي اللي شايل كل الحسابات. تخيلوها معايا كده زي مكتبة ضخمة، كل رف فيها عليه اسم معين: رف لتكاليف الأسمنت، رف لمرتبات العمال، رف لإيجار المعدات. كل حاجة متصنفة ومترتبة بدقة. من غير الترتيب ده مستحيل نعرف نراقب الفلوس رايحة فين وجاية منين. وهنا بقى هنلاقي حسابات مش موجودة غير في شركات المقاولات. يعني مثلا حساب اسمه أعمال تحت التنفيذ. ده إيه؟ ده ببساطة قيمة الشغل اللي اتعمل في الموقع، بس لسه العميل متسلموش أو متحاسبش عليه. وحساب تاني مهم جدا هو دفعات مقدمة من العملاء. دي الفلوس اللي بناخدها في الأول عشان نعرف نبدأ الشغل. الحسابات دي بتدينا صورة لحظية وحقيقية عن صحة المشروع المالية. طيب، كفاية كلام نظري. يلا بينا ندخل على الجزء العملي ونشوف ازاي الكلام ده بيتطبق على أرض الواقع. القسم الثالث، من الخطة للموازنة مع مشروع الزايد مول. كل حاجة بتبدأ بالورقة دي اللي اسمها المقايسة. دي عبارة عن كشف حساب مفصل لكل مسمار هيتحط في المشروع. بنشوف كل بند زي الأساسات والواجهات والتكييفات، وبنقدر تكلفته كام بناء على أسعار السوق والموردين. في حالتنا هنا التكلفة التقديرية حوالي 16.3 مليون جنيه، والعقد مع العميل ب 19.2 مليون. يعني بنتكلم في ربح متوقع حوالي 2.9 مليون جنيه. ده الهدف اللي بنسعى له. المقايسة دي مجرد بداية. عشان نحولها لموازنة رسمية ومعتمدة بنمشي على خطوات واضحة. أول حاجة بنجمع الكميات من المقايسة، وبعدين نسعر كل بند بدقة بناء على عروض أسعار حقيقية. بعد كده بندخل كل التكاليف دي على السيستم المحاسبي، وبنحدد الإيراد اللي جاي من كل بند. وفي الآخر بنحسب هامش الربح ونقارنه باللي الشركة عايزاه، ولو كله تمام الإدارة المالية بتعتمد الموازنة دي. كده بقى عندنا خريطة طريق نمشي عليها. تمام قوي. كده معانا موازنة معتمدة. بس التحدي الحقيقي بيبدأ هنا: ازاي نضمن اننا فعلا هنلتزم بالموازنة دي؟ وهنا بتيجي قوة التتبع اللي هنتكلم عنها في القسم الرابع، عن طريق حاجة اسمها الحسابات التحليلية. الحساب التحليلي ده هو الأداة السحرية بتاعتنا. فكروا فيه كأنه تاج أو ليبل بنلزقه على أي فاتورة أو أي مصروف. كل جنيه بيتصرف بنحط عليه ليبل مكتوب عليه ده يخص مشروع الزايد مول. وبكده أي فلوس بتتصرف بتبقى متوجهة ومحسوبة على المشروع ده بالذات. طيب ايه الفرق؟ يعني الفرق زي السما والأرض. من غير الحسابات دي لو اشترينا حديد ب100,000 جنيه هيدخل في حساب المصاريف العامة وخلاص، تايه في وسط مصاريف تانية. لكن مع الحسابات التحليلية نفس الفاتورة دي بتتربط فورا بالحساب التحليلي بتاع مشروع الزايد مول، والنتيجة بضغطة زرار نقدر نطلع تقرير يقول لنا المشروع ده كسبان ولا خسران لحد دلوقتي. ونقدر نقارن اللي صرفناه باللي كنا مخططين نصرفه، ونعرف لو في أي انحرافات أول بأول. حلوة جدا. دلوقتي فهمنا ازاي بنعمل موازنة وازاي بنراقبها. السؤال الأهم بقى: ازاي كل ده بيظهر في الدفاتر والقوائم المالية الرسمية للشركة؟ ده اللي هنشوفه في القسم الأخير، في القصة المالية النهائية. الجدول ده بيمثل الدورة المحاسبية للمشروع من أول يوم لآخر يوم. في الأول خالص مرحلة الموازنة،
دي مجرد خطة على ورق ملهاش أي تأثير مالي لسه. أول تأثير حقيقي بيحصل لما نستلم الدفعة المقدمة من العميل، وقتها الكاش بيزيد في الميزانية. بعد كده مع كل جنيه بنصرفه على مواد أو عمالة حساب المصروفات بيزيد في قائمة الدخل، ولما بنقدم فاتورة للعميل بالشغل اللي خلص حساب الإيرادات هو اللي بيزيد، وفي آخر المشروع خالص بنقفل كل الحسابات دي وصافي الربح اللي حققناه بيتنقل لحساب حقوق الملكية في الميزانية. هي دي القصة كاملة من مجرد فكرة لربح حقيقي في حسابات الشركة. زي ما بيقول ديف رامسي، الموازنة هي إنك تقول لفلوسك تروح فين بدل ما تستغرب هي راحت فين. وده بالظبط اللي بتعمله موازنة المشروع، هي اللي بتوجه كل جنيه عشان يخدم هدف واحد، نجاح المشروع. فالسؤال اللي لازم نسأله لنفسنا في الآخر، هل الموازنة دي مجرد شوية أرقام على ورق، ولا هي في الحقيقة سيناريو النجاح المالي للمشروع؟ الحقيقة إننا لما بنحول الخطة دي لنظام تتبع حي وديناميكي، الموازنة ما بتكونش مجرد أداة، دي بتكون هي البوصلة اللي بتضمن إننا مش بس بنبني مول أو عمارة.